طبعا انا عايزه اقول لكم بالنسبه في ناس بتسال يعني مثلا اللبن ليه بيبقى فيه ريحه زناخه. اللبن بيبقى فيه ريحه زناخه يا قلب اختك انت وهي، عشان انت اساسا لما ما بتغليش اللبن بتحطي عليه البشاميل، بتحطي البشاميل على طول. يعني بتعملي الدقيق كده في حته السمنه او الزيت بتاعتك، بعد كده تنزلي باللبن على طول مباشر. حتى ما بتحاوليش ان انت تغليه وتسيبيه شويه. انا عايزه اقول لك اللبن لما بيكون مغلي ما بيبقاش فيه ريحه زنخه خالص. تمام. هتعملي رز بلبن اقل ريحه فانيليا هتبان فيه، علشان خاطر ان انت لو قلتي انا عايزه مثلا موارد، عايزه مش عارفه ايه عشان يغير لي طعم الزناخه اللي بتبقى في اللبن، لا، وانت المفروض اساسا تغلي اللبن قبل ما تحطي فيه قبل ما تعملي الرز بلبن بتاعك. سواء بقى رز بلبن سواء بشاميل زي ما انا ما عامله كده، اي حاجه تحطي فيها اللبن لازم اللبن يكون مغلي، عشان خاطر يطلع البكتيريا وريحه الزنخه اللي موجوده فيه. طبعا النهارده عملت صينيه مكرونه بشاميل، هي لسه ما خلصتش على فكره، وتبلنا الفراخ بالشكل ده اهو، ونسيبها في التتبيله. انا عايزه اقول لكم افضل حاجه للفراخ تتبل قبلها بيوم، او يعني مثلا تتبليها بالليل وتاني يوم هتسويها مثلا على الظهر ولا حاجه، او ممكن تتبليها قبلها برضو بيوم بس بالنهار وبعد كده تسويها. فانا ما عملتش كده النهارده الحمد لله، كنت مستعجله جدا ورحت جايه مطلعاها ومتبلاها، وهنتكل على الله ونحطها على طول في الفرن. ماشي يا كتاكيتي. البشاميل لو حاطين عليه بضايه، وطبعا كنا حاطين فيه زبده يا جماعه، زبده فيرنا اهو، على البوتاجاز، وهو بيتعمل على البوتاجاز خلاص. طبعا الخلطه دي من البشاميل الجاهز، يعني انا بجيب كيس بضيف عليه كيس واحد بس مكرونه، اللهم صل على النبي، وبتاع ده كيلو واحد لبن، يعني انا بجيب اللبن اساسا طازه كمان. وعصجنا اللحمه وفردناها في قلب الصينيه، والدنيا معانا زي الفل 100 فل و14 اهو. يا روح قلب اختك انتي من جوه. وهتفردي كده اهو، يعني ده كيس مكرونه، كيس مكرونه على الطبق البايركس اللي هو الكبير ده، اكبر واحد فيهم، وكيس خلطه بشاميل بطعم الجبنه. ويا حبذا بقى لما يكون عندك جبنه موتزاريلا وترميها في قلب البشاميل اللي هو بيتعمل على البوتاجاز، بتوديه في حته تانية الصراحه. وايه تاني انا قلت ايه يا ولاد ونسيت ايه؟ انا مش فاكره اساسا. وكيس مكرونه وكيلو لبن. لبن بقى طازه، لبن تجيبيه بقى من السوبر ماركت اللي يريحك يا قلب اختك، حطيه وظبطي اكلك كده للعيال وللراجل، عشان خاطر ايه؟ يحطك في عينيه، مع ان احنا بنقول كلام وخلاص. كده بقت زي العسل اهي. طبعا الفرن كده بيسخن، هندخلها بقى الفرن وهنطبخ شويه رز كده بالكركم كده والكاري، ونظبطهم شويه رز كده مبهرين كده، عشان يبقى ايه، نتبهر كده على طول، ما احنا متبهرين اساسا على طول في حياتنا ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم على كميه المواعين بعد الخلطبيطه اللي احنا عملناها دي، يعني ما شاء الله. نفسي ادعي الناس كده، تعالوا اغسلوا معايا مواعين كتير والله، انا ايديا وجعاني اساسا. يلا ادخلها الفرن.